زي ما بتخطط صح هتلاقي نتائج صح. النهارده صعود المنتخب المغربي الثاني لنهائي البطوله العربيه. طب هل الكلام ده جه صدفه؟ يعني هل الكلام ده جه لعبوا البطوله العربيه وصعدوا للنهائي؟ اكيد لا. الناس دي عارفه بتخطط ازاي وعارفه النتائج ازاي، والفعل ده اللي حصل، والتخطيط طبعا من قبل كده. لما حصل المنتخب المغربي على المركز الرابع في كاس العالم، هل الناس دي وقفت عند النقطه دي؟ لا، طورت اكتر. النهارده بقى عندها فريقين، الفريق الاول اللي هو يشارك في افريقيا وبنسبه 90% الناس كلها بترشحه ان هو ياخد افريقيا. طب النهارده الفريق الثاني بيوصل نهائي البطوله العربيه. طب هل في الرجال بس؟ لا، ده كمان في النساء عندهم كره نسائيه وعندهم فريق نسائي قوي جدا. طب ترجع بقى وتبص بقى على الكره المصريه، احنا فين؟ الناس بتتطور والناس بتخطط صح والناس بتاخد نتائج صح. الكره المصريه بترجع لورا بعد ما كنا متسيدين هنا بطولة أفريقيا وإحنا المرشح رقم واحد. لأ، إحنا دلوقتي بندخل وإحنا أصلا مش مرشحين. فالناس بتتقدم، الناس بتخطط صح، الناس بتلاقي نتائج. ولكن الكرة المصرية بلا تخطيط بلا هدف، فطبيعي ما يبقاش في نتيجة. الكرة المصرية رايحة لحد فين؟